يسعد أوقاتكم متابعيني الغاليين. معكم نكهات سورية مصرية. هذا أول فيديو إلي بصوتي. حبيت نزل الفيديو بصوتي لحتى توصل المعلومات بشكل أوضح وأدق. وقبل ما نبلش بالوصفة خلونا نصلي على سيدنا محمد. اليوم وصفتنا كتير سهلة وسريعة التحضير، وعلى قد ما لها سهلة بس كتير مناسبة للعزايم. العزايم يعني عزومات على لهجة إخواتنا المصريين. لا تواخذوني يمكن ملبك لأنه أول مرة بسجل صوتي، فإن شاء الله توصلكم الفكرة مني مزبوط. هلأ الوصفة هي اسمها رز ببازاليا. مثل ما كنتم شايفين شكلها كتير حلو، ومثل ما قلت بتناسب العزومات. يلا لكان خلينا نبلش بالوصفة حبايب قلبي. بطنجرة أو حلة بنحط شوية سمنة. رح أضيف هلأ أعواد قرفة وشوية هيل أو حبهان. بعطيهم شوية تقليبة ورق لورا، بعطيهم شوية تقليبة بالسمنة لحتى تتحمص البهارات الصحيحة. بعدين بنزل بالدجاج. هلا هي الوصفة ما شرط بس بدبابيس الدجاج، فيكم تعملوها بدجاجة كاملة أو خاد دجاج أو حتى باللحمة. هي أصولها باللحمة بس أنا كان ما متوفر عندي اللحمة فضفت الدجاج. هلا بعد ما شوي شوحت الدجاج نزلت بفلفل أخضر وجزرة وحبة بندورة، وبعد نزلت بمعلقة فلفل أسود ومعلقة زنجبيل بودرة. هلأ بحركهم شوي حتى يتشوح الدجاج. وبضل بشوح الدجاج لياخد هذا اللون. بعد ما أخد هذا اللون بنزل عليه بمي سخنة مغلية. صدقوني هاي الطريقة لما بتشوحوا الدجاج ما بقى بيطلع منه لا زفرة ولا شي، وبتطلع طعمة الدجاج كتير طيبة. حتى الشوربة تبع الدجاج حتطلع نظيفة وحتطلع طعمتها أطيب من ما إنه تسلقوها بس سلق. هلا إذا طلعت هيك زفرة بسيطة ممكن نشيلها بطرف المعلقة، بس ما حيطلع كمية كبيرة مثل لما بتسلقوه سلق عادي. إذا وصلتوا بالفيديو لهون بتمنى ما تنسوا اللايك، وتكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، وتكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد عم بتشوفوني. هلا بغطي الدجاج وبخليه على نار هادية لبين ما يستوي الدجاج. بهذا الوقت أنا راح أسلق البازاليا. بحطها بمي سخنة يعني شي 10 دقايق ربع ساعة بس لبين ما تطرى حبة البازاليا. هلا هون بمقلاية كنت حاطة زيت ذرة، بنزل عليهم بلوز مسلوق. هلا في بالسوق لوز جاهز دغري للقلي، بس انا اللي عندي كان اللي بيقشره فمضطرة اني اسلقه وبعدين قليه. هلا هي المكسرات شغلة اختيارية، فيكم ما تحطوها يعني بتضيفوها. هلا بعد ما استوى الدجاج بدي جهزه للدجاج مشان احطه بالفرن. بصينية فرن بحط معلقة كركم ومعلقة ملح والزيت اللي قليت فيه اللوز. هلا بحركهم شوي وبدوبهم لحتى نزل فيهم الدجاج لحتى الدجاج ياخد لون اصفر حلو. وكالعادة اذا اول مرة بتشوفوني بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. هلا بنزل بالدجاج على الزيت، بصير بدهن الزيت مشان ياخد اللون الاصفر الحلو. بتمنى تكتبولي بالتعليقات اذا فضلتوا الفيديو بصوتي ولا بس كتابة. وهلأ باخد الدجاج على الفرن على الشواية بس لبين ما يتحمص وياخد لون. هلأ بدنا نجهز الرز. بطنجرة بنزل بنص معلقة سمنة وشوية زيت ذرة، بس يسخن شوية الزيت بنزل عليه قدر 3 جزرات مقشرين ومفرومين مكعبات، وبنزل بمعلقة فلفل أسود، بعطيهم تقليبة صغيرة. بعدين بنزل بنص كمية البازاليا اللي كنت سالقتها. خلي الجزر على النار
ليطرى شوي، يعني ما بدي اياه قاسي بس ينزل الرز. انا هون نزلت 3 كاسات رز، لكل كاسة رز طويل بننزل له كاسة مي. انا رح استعمل مية سلق الدجاج الشوربة يعني. وهون مثل ما شايفين حطيت ملح، الملح على حسب الرغبة. وانا بحب لما احط الرز حركه شوي بدون ما قبل ما اضيف المي لحتى تنشف ميته. هون انا قبل ما بغطيه بخليه يغلي شوي الرز، بعدين بغطيه. شوفوا لي الالوان ما احلاها. هلا بعد ما غلى الرز بغطيه وبهدي النار عليه على نار يعني كتير خفيفة للرز. وهون بعد ما استوى حبايب قلبي، لو توصلكن الريحة كتير كتير حلوة. خلونا نحضر هلا سلطة اللبن بخيار. هلا انا حطيت خيارتين مفرومين ناعم وبنزل عليهم بزبادي. وانا مشان لانه الزبادي شوي سميك زودته مي وبضيف عليه نعناع ناشف وملح بخلطهم كتير. يعني هاي السلطة بتناسب الرز ببازاليا. وهيك كانت النتيجة. شوفوا لي هالشكل وهالالوان، حتى كانت الطعمة رائعة رائعة رائعة. بتمنى تجربوا هاي الوصفة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وبتمنى كمان تجربوا كل وصفاتي وتعطوني رأيكم بصراحة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهي كانت وصفتنا لليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ومثل ما قلت لكم تكتبوا لي بالتعليقات إذا فضلتوا إني أحكي يعني سجل الفيديو بصوتي ولا بس كتابة. وبشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. هلأ بنهاية الفيديو صار فيني إلكم بأمان الله، وباي باي حبايبي.